ممكن أن تكون مضرة أكثر باتجاه العين. هنا كريستيانو عندما سقط ومنظر الدماء يغطي عينه، طبعا منظر مؤلم، منظر مزعج، وخصوصا إذا كان لنجم ب10 أهداف. ما زال كريستيانو رونالدو يتلقى العلاج، غالبا سيتم التضميد وربما التقطيب بسرعة. وفي الهجوم بنزيما وهيغوايين، 10 أيام إلى شهر يغيب اللاعبان. كريستيانو رونالدو لا زال يتلقى العلاج، ليس مقطب الجبين بالمعنى الحرفي وليس جديدا. وهناك من يقول إن كريستيانو رونالدو أحق باعتبار أنه فاز بالليغا الإسبانية مع ريال مدريد منتخب الشباب البرتغالي. في ميسي يمكن أن يعوض هذا الفارق. على كل حال ريال مدريد رونالدو لا زال يتلقى العلاج، المرهم والصاقة، ولا بد من الدقة لأن هذه منطقة. بالمقابل لم يفز في آخر 3 مباريات لعبها، لابد من تغيير القميص وقد تبلل بالدماء. ولحسن الحظ أن المعدات موجودة وأن الطاقم الاحتياطي من الملابس الجديد سيحتاجون لأكثر من طاقم ملابس بعد الابتلاء، وكذلك لاعبي ليفانتي. كريستيانو رونالدو إذا تلقى العالم، ودائما نقول لو لم يكن ميسي موجودا في عصر رونالدو لكان هذا اللاعب هو الأفضل على الإطلاق. على كل حال الكرة تستأنف برمية التماس لليفانتي.